طيب النهارده هجرب اكل ياباني، بس اكل ياباني اصلي. انا في مطعم ياباني اسمه دوسانكو في مدينه فانكوفر في غرب كندا، وهي بصراحه من اجمل المدن اللي زرتها في حياتي. مشهور ان فيها جاليه اسيويه كبيره، وفعلا المطاعم اللي فيها كلها حلوه جدا. طيب اول ما الناس بتسمع عن الاكل الياباني تفتكر السوشي على طول، بس السوشي مش الاكل الوحيد اللي بتاكلوها في اليابان، في اكل كتير جدا تقليدي. النهارده هنجرب حاجه اصليه جدا. طيب يلا بينا بقى نخش على جوه. انا طلبت اكلتين هوريها لكم النهارده. اول اكله اللي هي اسمها اومو رايس. الطبق ده عجباني فكرته قوي. هو عباره عن بيض اومليت معمول بطريقه يابانيه مع رز فرايد رايس وصلصه طماطم او توميتو صوص. استنى بقى اتفرج على اللقطه دي، هما بيقطعوا الاومليت. اوبا، شغل عالي. حلاوه الطبق ده ان مكوناته بسيطه جدا. كلنا بنعرف نعمل اومليت، بنعمل رز، بنعمل صلصه طماطم، لكن الفكره هنا انت لما بتجرب اكله من بلد جديده او مطبخ جديد دايما بيكون في اختلاف كبير في الطعم نتيجه التوابل او طريقه الطبخ وهكذا. ومثلا في الطبق ده الرز الموجود هو مش رز عادي، هو فرايد رايس او رز مقلي بيتقلي بطريقه معينه وبيتعمل في مطابخ اسيويه كتير، طبعا بالاضافه لاختلاف طعم الاومليت وصلصه الطماطم، لان هي تقليديه بتتاكل افري داي، يعني افري داي فود عندهم. تمام. هو اصلا طبق فيجيتيريان، لكن انا طلبت معاه الصوص اللي فيه لحمه اللي هو ده، فده يعتبر الصوص اللحمه، فعشان كده يبقى الطبق متكامل. وطلبت معاه طبعا برضه سلطه، دي سلطه تقليديه، هكتب لكم اسماء الحاجات دي في الديسكربشن. فخلينا كده بقى نجرب. طبعا انا قدراتي في استخدام التشوب ستيكس في الاكل ضعيفه جدا، بس عادي يعني اتس فاين. هم جابوا لي معلقه ومفيش مشكله خالص. اميزنج. جربت برضو اكله تانية اسمها تونكاتسو، دي عباره عن لحمه عليها كراست لذيذ قوي، معاها حاجه اسمها كوجي مايو، ده الصوص بتاعها، سمسم، وبرضو جرين كابج او كرومب، ومعاه رايس، بس الرز ده مش مقلي، هو ستيمد رايس، رز عادي. Thank you so much for watching. هنزل فيديو تاني ان شاء الله قريب عن فانكوفر سيتي ونلف فيها لفه حلوه. باي باي.